اهلا بكم اعزائي المشاهدين في نوع جديد من فيديوهات الفيلوج. دلوقتي معانا رحلة الغردقة كنا طالعينها في العيد. طلعنا بأتوبيس اسمه جو باص. سعر التذكرة كان 90 جنيه والطريق حوالي 5 ساعات. الأتوبيس مكيف ومفيش وجبة. بعد كده وقفنا في نص الطريق في ريست اسمها الزعفرانة، ريست مشهورة وفيها مجموعة كده من المطاعم. بعد كده لما وصلنا لقينا الفندق هو موجود في شارع جانبي من الشارع الرئيسي في المدينة، وهو على شكل عمارة زي ما انتم شايفين، والشط بتاعه منفصل مش بعيد قوي عن الفندق، حوالي 200 متر. دلوقتي يا جماعة احنا جوه الأوضة. فندق جولدن روز خدنا 5 ليالي ب 830 للفرد الواحد، شاملة 3 وجبات، فطار وغدا وعشاء. احنا ما كناش بنلحق الغدا في أي يوم عشان طبعا كنا بنبقى في الأنشطة. الأوضة زي ما انتم شايفين فيها تكييف، بس هو ما بينزلش درجة حرارته عن 28 وعالي شوية، فممكن بعض الناس تتضايق من الحكاية دي. زي ما انتم شايفين هنا في سرير دبل، وهنا بقى في الدولاب، في كنبة. بره بقى في سريرين تانيين بالفردين التانيين. في هنا تلفزيون بوك، تلفزيون LCD، وفي تلاجة صغيرة. هي شغالة كويس. وده الحمام برضو كويس، في دش وفي ميه سخنة وسخان. وده زي ما انتم شايفين الأساس بتاع الأوضة. وطبعا التلفزيون ما كانش LED أو LCD، فكان بوكس ما تعرفش تتفرج على أفلام. وده الريسبشن زي ما انتم شايفين. بعد كده كان معانا العشاء في أول يوم، وهو المطعم كان اوبن بوفيه، في لحوم وأسماك وخضروات ورز وتحلية. بعد كده نزلنا بالليل، اتمشينا في المارينا شوية. صحينا بقى تاني يوم على أول فطار لينا، برضو الفطار كان اوبن بوفيه، فول وبيض وسوسيس وسلطة وتحلية. وطبعا دي كانت صورة مع الريسبشنست لأنه عمل معانا واجب في الرحلة، فحبينا ان احنا نحتفظ بذكرى جميلة معاه. واستنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.